السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده تكمله للحلقات بتاعتنا اللي فاتت الاقتصاديه، هنعمل صنف حلو قوي ان شاء الله هيعجبكم من الفراخ. انا نفسي مش عارف ازاي ما عملتوش من بدري. ما تكسلوش، شغلوا الفيديو بتاعي ونحضر مع بعض المقادير ونخش نعمل الصنف دوت مع بعض واحده واحده. يلا بينا. مم. دبابيس ايه دي؟ تعالوا اوريكم الوصفه ديت، وصفه اقتصاديه. بنص كيلو فراخ هنعمل ما شاء الله كميه كف العيله كلها. تعالوا نشوف مع بعض المكونات ونشوفها بطريقه بسيطه كمان، ونعمل احلى دبابيس فراخ مقلبظه. يلا بينا. اول خطوه يا جماعه، هنجهز عندنا كيلو من دبابيس الفراخ، وانا قلت ان الفراخ والطيور ليها طريقه غسل ومحلول نقع. تقدروا ترجعوا للفيديوهات القديمه اللي موجوده عندنا تشوفوا محلول النقع سهل جدا. وعندي كمان طماطمايه، وعندي بصلايه، عندي ورق لوري، وعندي حبهان وملح وفلفل اسود. دي المقادير او المكونات اللي موجوده معانا لطريقه سلق الفراخ في البدايه. وبعد كده هنحط كسرولة او حله على النار يكون فيها ميه، ونسيبها تسخن كويس قوي، وننزل بالخضار بتاعنا اللي قلنا لحضراتكم عليه. بعد كده البهارات اللي هو ورق اللوري والحبهان والملح والفلفل الاسود، ونسيب الكلام ده كله يسخن كويس جدا جدا. في الفتره اللي هيكون الميه فيها بتغلي وبتاخد من نكهات التوابل والخضار اللي احنا حطيناه، هنكون بنخلي الجلد من على الدبوس بطريقه سهله جدا. هنسحب الجلد لاخر الدبوس ونقطعه عن طريق السكينه، او نسحبه للاخر هيطلع معايا بكل سهوله. وهنسيبها على النار حوالي نص ساعه لحد ما تستوي سوا كامل. بعد كده ببتدي اخلي الدبوس من اللحم وبيطلع معايا بكل سهوله، ما ياخدش منه جهد او حاجه. طيب الخطوه التانية عباره عن ايه؟ الخطوه التانية بجهز البطاطس. هنقول الريسبي مظبوط، نص كيلو من البطاطس بياخد كيلو من دبابيس الفراخ. بجهز كسرولة على النار واكون مقشر البطاطس بتاعتي كويس، وانزل بيها في الميه واسيبها تتسلق لحد ما تبقى معايا بوريه. بعد كده بجهز الكسرولة واجهز البوردة بتاعتي، وابتدي اخلي اللحم بتاع الدبابيس من العظم، واحتفظ في نفس الوقت بالعظمه، على اساس ان انا بعد كده لما اعيد تشكيلها هيفرق معايا في الشكل وفي الطعم وفي الحجم وفي كل حاجه. حقيقه يا جماعه وصفه من الوصفات اللي طعمها حلو جدا، وكمان ممكن نعملها من قبل، يعني ممكن نحطها في الفريزر تقعد معانا اسبوع لو احنا عايزين نجهزها من قبل التسويه. لو احنا بنشتغل ما عندناش وقت ممكن تتجهز، مفيش اي مشكله خالص. هنا بطاطس عندي استوت، ببتدي اهرسها عن طريق الهراس او المضرب او المعلقه. المهم يكون معايا بوريه خالص ما يكونش فيها اي تكتلات، وانزل بتوم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه وشويه اعشاب، معلقه صغيره من كل حاجه. بعد كده ببتدي انزل باللحم بتاع الفراخ زي ما حضراتكم شايفين، وانزل بجبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، ممكن احط فلفل. كل المنكهات او الاطعمه اللي احنا بنحبها ممكن نضيفها في الخلطه دي، مفيش اي مشكله خالص. وهنسيبها تتبصم نص ساعه في التلاجة. بعد كده نجيب العظم بتاع الدبابيس اللي احنا خليناه ونعيد تشكيله تاني من الاول بالخلطه الجميله اللي احنا عملناها. زي ما حضراتكم شايفين كاني بعمل كفته، كاني بعمل كبيبه. المهم ان العظمه يتعاد تشكيلها ونفرغ كل الهواء اللي جوه الخلطه بتاعتنا على اساس يمسك في الدبوس كويس جدا. هنعمل الكميه كلها اللي معانا، بعد كده نسيبها تتبصم في التلاجة ربع ساعه قبل الخطوه الاخيره اللي هي قبل القلي، اللي هي بريدنج او التبنيه. زي ما حضراتكم شايفين عملنا 6 من الدبابيس، ما شاء الله الحجم الكبير، يعني لو فرد واحد خد دبوس هو ده اخر الكلام، مش هيقدر ياكل واحد تاني. وما شاء الله حجمه كبير وطعمه كمان حلو جدا جدا. عندي هنا دوريتوس بالشطه والليمون، ماشي الكلام. عايزينه بالجبنه ماشي، على حسب ما بتحبوا، سبايسي او عادي مفيش اي مشكله. دي هنا بحط عليه ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه، وعندي بيض ولبن حطيت عليهم ملح وفلفل اسود. ببتدي اعمل ايه؟ بجيب الدبابيس بتاعتي بعد ما اتبصمت، اقلب الدقيق كويس. انا بصراحه بحب اعمل خطوه خطوه، ببني الاول بالدقيق كل الكميه اللي معايا، بعد كده بنزلها في البيض واللبن، بعد كده بنزلها زي ما حضراتكم شايفين في الدوريتوس. وعلى قد ما بقدر بحاول التزم ان انا اغطي اكبر قدر ممكن من الفراخ او من الدبوس اللي قدامي، على اساس ان بعد خطوه القلي ما يكونش فيه حته فيها بانيه وحته مش باينه ان فيها بانيه، يبقى كله شكل واحد او شكل كويس زي ما هيكون الطعم كويس. بعد الخطوه ديت يا جماعه، لو انا عايز احتفظ بيه في الفريزر، لو انا ما عنديش وقت اقعد في المطبخ فترات كبيره، بجيب طبق فوم وكيس بورشن، وببتدي احطهم في الاطباق الفوم واقفل كويس بكاس البورشن واحطهم في الفريزر. لو الموضوع بالنسبه لي هيكون صعب في ان انا اقعد وقت كبير في المطبخ، او ما عنديش وقت ان انا اعمل اكل كل يوم. طيب نلتزم كمان بالخطوات بتاعه القلي، دي مهمه جدا في اي حاجه بانيه، ان احنا يكون الزيت درجه حراره متوسطه، والحاجه اللي هنقليها تكون خارجه من الفريزر قبلها بربع ساعه، وتخرج من القلي على كيتشن رول او مناديل التنشيف بتاعه المطبخ.
وتتصفى من الزيت كويس جدا جدا. حقيقي من الوصفات السريعه السهله اللي انا جربتها، كمان كان طعمها حلو، مش محتاجين حاجه من بره غاليه او حاجه، بصرف النظر كمان عن ان هي اقتصاديه. لو احنا متعودين ناكل الدبوس بشكل معين، التجديد في المطبخ اعتقد كمان القيمه الغذائيه بالطريقه اللي احنا عملناها هتكون اعلى. تقدموها مع مكرونه، تقدموها مع عيش، تقدموها مع اي نوع من انواع السلطات، مفيش اي مشكله خالص. طعمها فعلا حلو، بتتقدم باكتر من طريقه وباشكال مختلفه. اتمنى تجربوا الوصفه، تقولوا لي رايكم في الكومنتات ايه، وتقولوا لنا عايزين نعمل لكم ايه الوصفه اللي جايه، وانتظروا مننا وصفات اقتصاديه ان شاء الله. سلام عليكم.